لكم أن تتخيلوا إن بنتي رجعت من المدرسة، دخلت المطبخ، شافت الأكلة، هي مش عارفة إيه دي أصلا، أكلة أول مرة تشوفها. دقتها قالت لي أنا مش عارفة إيه اللي أنت عاملاه جوه ده، بس أيا كان اللي أنت عاملاه اعمليه لنا كل أسبوع على الأقل مرة، طعمه تحفة يا ماما. واحلى حاجه في الاكله دي ان هي تعتبر اكله صديقه للميزانيه، بدون لحوم وبدون فراخ. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. زي ما انتوا شفتوا نزلت بشويه زيت، عليهم معلقه كبيره من السمنه. كنت مقطعه بطاطسايه كبيره كده، ارباع كبيره يعني مش صغيره، بحيث ان انا اشوح البطاطس دي الاول في الزيت والسمنه. نزلت بورقه لورا، حبهان، معلقه صغيره من الكركم، وشويه ملح عشان ابهر البطاطس بتاعتي واديها لون ذهبي حلو. كمية البطاطس انت اللي متحكمة فيها حسب طبعا الناس بتحب البطاطس قد ايه، وحسب عدد افراد الاسرة. هتفضلي تشوحي في البطاطس من كل جنب لغاية ما توصلي بالظبط للون القشرة اللي انا هوريهولك ده. ما تغمقيش وما تفتحيش، لانك لو فتحتي او شلتيها بدري عن كده هتبقى نية معاكي ومش هتستوي. شايفين؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. والاكلة دي هتعجبكم جدا، تعتبر اكلة من اكلات اخر الشهر. واحلى حاجة ان هي بتتعمل في حلة واحدة. مجرد ما ياخدوا كلهم اللون اللي انا عايزاه من كل الجوانب في طبق بره كده، هشيلهم على جنب. اكون انا سلقه البيض ومقشراه زي ما انتم شايفين. ابتدي انا غزه بالشوكه كده علشان ما يفرقعش مني لما اجي اشوحه في الزيت والبهاريز اللي عندي دي. هبتدي اشوح البيض على كل الجوانب لغايه ما ياخد اللون الحلو اللي هتشوفوه ده من كل الجوانب. في حاجه بقى، في المرحله الانتقاليه ما بين البطاطس والبيض، اوعي تكوني سايبه النار مولعه فالكركم بتاعك يتحرق. لا، احنا عايزين النار تبقى هاديه في الوقت ده، او حتى شيلي الحله من على النار علشان الكركم ما يتحرقش ويديكي طعم ممرر مش ظريف. اول ما يبتدي البيض بتاعي ياخد اللون الحلو ده، تشيلي البيض من على النار في نفس الطبق على جنب كده، جنب نفس البطاطس. هنزل بقى باللسان عصفور بتاعي. انا نزلت بكوبايه ونص من اللسان عصفور. هو مفروض كده 3 افراد، بس انا عندي البنتين بفرد واحد، يعني بصراحه اكلتهم صعبه، فيعني يا دوبك الاكله دي تكفي 3 افراد. شوحتهم لغايه ما اللسان عصفور بتاعي تقريبا دخل خلاص على اللون الذهبي الحلو. نزلت بنص بصلايه متوسطه مفرومه ناعم، وشوحتها لغايه ما ريحتها طلعت كده. عايزه اقول لكم الريحه وهم يا جماعه، بجد ملهاش حل. جبت طماطمية كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وشوحتها مع اللسان عصفور وقرن شطة. بس مش من في نوعين من الشطة، واحد بيبقى حامي قوي، واحد بيبقى سبايسي شوية، يعني البنات كلوا ده واستحملوه عادي. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. ونشوح الكلام ده كله لغاية ما احس ان لسان عصفور بدأ ياخد من الطماطم ولونه بقى يعني ذهبي على محمر شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بكمية المية بتاعتي. انا دول كوباية ونص من اللسان عصفور، حطيت لهم كوباية ونص من المية. بس قبل ما احط المية انا ببلع ريقي، لان بجد انتوا مش متخيلين لا الطعم ولا الريحة، لازم تجربوها. قبل ما ننزل بالمية نزلت بالبطاطس، شوحتها شوية مع اللسان عصفور، ونزلت بقى بالمية بتاعتي. طبعا البطاطس دي نص سوا، يعني هي لسه ما كملتش سواها، هتكمل سواها مع اللسان عصفور. هسيبه بقى يستوي براحته هو والبطاطس، كأنك بتسوي مكرونة عادي جدا على نار هادية. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف شكلها بعد ما استوت. في العادة بعمل دقة الكشري، عارفينها، اللي هي كزبرة وكمون وتوم وخل مع جنب الطبق ده، بس المرة دي انا ما عملتهاش، بس انتوا لو حابين تعملوها بتبقى حلوة قوي. حطيت كزبرة خضرة كده على الوش وقلبت شوية الكزبرة بعد ما طفيت خالص الكزبرة الخضرة مع اللسان عصفور بتاعي بالمنظر ده. بتدي ريحة حلوة قوي الكزبرة الخضرة للأكلة دي. ونزلت كده بيها. هجيب بقى البيض بتاعي اللي انا حطيته الاول، زي شايفين لونه لوحده حكاية غير البيض المدحرج العادي بتاعنا. يعني فعلا الكركم عامل شغل كبير. شوية بقى كزبرة خضرة من على الوش كده. وتعالوا ندوق ونشوف الأكلة دي طعمها ايه. بجد يا جماعة رهيبة، ومن غير عفوا من غير اي لحوم ولا فراخ، وكمان مختلفة عن الاكلات اللي احنا بنعملها، تغيير في الروتين. البطاطس ما شاء الله مستوية، وجربوها برضو مع البيض. عايزة اقول لكم تحفة، لازم تجربوها. ما تنسوش بقى اللايك، شير كتير في كل حتة، وجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. ألف هنا وشفا، أشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.